لما الترند يبقى اهم من التميز. النهارده كلنا شفنا الصوره اللي انتشرت جوه قصر الكبابجي مع البنت بتاعت كيس الشيبسي. طب سؤال بسيط، ليه التكريم من قصر الكبابجي للبنت اللي ترند على السوشيال ميديا؟ ليه مفيش تكريم للاوائل في الثانويه العامه؟ طب للاوائل في الجامعات والكليات؟ طب للبنات والشباب اللي حفظوا القران واتكرموا من الدوله؟ هو النجاح الحقيقي بقى ملوش قيمه؟ ولا احنا بقينا نكرم الترند عشان يجيب لنا لايكات؟ الصوره لوحدها بتقول ان الموضوع اعلان مدفوع الترند مش تكريم عفوي. والسؤال، هل الشركات والمطاعم بقت تستغل الترند عشان تربح، ولا ده نوع من تشجيع المبادرات الطيبة؟ زي ما بيقولوا، الترند أهم من الأوائل ومن العباقرة ومن الناجحين والمتميزين كمان. للأسف معايير النجاح اتغيرت ومفهوم التمييز بقى في الحضيض، وده سبب إحباط كتير من الشباب. ليه أذاكر وأنجح وآخد شهادات عليا وماجستير ودكتوراه؟ ليه؟ لما ممكن بكيس شيبسي أركب الترند وأبقى مشهور، أو أبقى زي نجمة التيك توك يسرا، أو علاء شانجو صاحب ترند الشباشب، أو عنب الباشا جالكو، أو عمر فرج صاحب شخصية أم عمر الكوميدية، او غيرهم من الصيع، علشان الشاب يتكرم ويبقى مشهور. بس للعلم، مفيش كيس شيبسي ب5 جنيه وعليه العوض ومنه العوض. سلام.